جماعة لازم أي مصري على أرض مصر لازم يعرف حدودنا إيه وبلدنا فيها إيه، وده الموقع الجغرافي. تعال معايا بقى أخدك معايا لحتة حلوة أوي أوي هنشرح فيها مفهوم الدولة. أول حاجة أنا عندي مصر. مصر دي كل ده اسمه إيه؟ اسمه كيان سياسي. يبقى مصر كيان سياسي، يعني مش همجية ولا عشوائية، ده فيها سلطة وفيها حكومة وفيها رئيس وفيها نظام وفيها قانون وفيها دستور. يبقى مصر اللي قدامك دي اهي دي مصر. يبقى مصر دي كيان سياسي. مصر كيان ايه؟ سياسي. حضرتك قال لك هيشغل ايه بقى؟ حيز جغرافي. دي جغرافية البلد. الحيز الجغرافي اللي قدامك هتلاقي فيه بحار، اللي احنا بنقول مياه اقليمية. بنقول حضرتك عندي يابس، ده كله الحيز الجغرافي. الرقعة الجغرافية المحدودة في اطار حدود الدولة. يعني انت عندك الحدود اما بحر مياه اقليمية، اما يابس الارض، اما مجال جوي. يبقى كيان سياسي في سلطة، في حكومة، في قانون، في دستور، هو وحدة سياسية. كيان سياسي بيشغل حيز جغرافي. يعني حضرتك الحيز الجغرافي ده ممكن يبقى مياه اقليمية من عند البحر كده، تبص وهنشرحها بالتفصيل، بس نعرف الاول الدولة. وعايز اقولها لك من عند الشط 12 ميل يا عم، دي كلها مياه اقليميه محدش عارف يخشها. لما نيجي نتكلم على اليابس اللي انا قلت لك بقى ايه في الموقع الجغرافي، هتلاقي عندك شمال وجنوب وشرق وغرب، تعرف مين جيرانك. يعني انا مثلا عندي هنا جيراني، الجار هنا اللي في الشمال، الجار اللي في الجنوب، ده اليابس لازم اعرف. ممكن يبقى هنا في بحر، هنا عندي في الشرق لازم اعرف مين، هنا عندي في الغرب لازم اعرف مين. يبقى اذا لما اقول لحضرتك عندك مين، عندك الدولة كيان سياسي يشغل حيز جغرافي يضم شعب يعيش عليها إقامة دائمة. الشعب اللي عايش هنا بيحمل الجنسية المصرية. خلي بالك، انا ممكن واحد يسافر بره مصر، ده راجل مصري وبيحمل الجنسيه، يروح هنا، ده راجل مصري بيحمل الجنسيه، ده راجل هنا بمصر. يعني الشعب ده المواطن المصري اللي بيحمل الجنسيه المصريه بيعيش داخل الحدود او خارج الحدود. يبقى الدوله كيان سياسي يشغل حيز جغرافي يضم شعب يعيش عليها اقامه دائمه. انا عندي اللي بيحكم الناس دول سلطة. السلطة دي هي اللي بتدير شؤون الدولة وتحافظ على الأمن والاستقرار. يعني الناس دي في هنا سلطة، السلطة دي بتحكمهم بس وفق الدستور وفق القانون، واحنا على قلبنا زي العسل ولازم كلنا نحترم القانون. يبقى كيان سياسي يشغل حيز جغرافي ويضم مجموعة من المواطنين اللي هم الشعب يعيشون على الأرض دي أو على الدولة دي إقامة دائمة، بيحملون جنسيتها، ممكن يبقى داخل الحدود أو خارج الحدود. اللي بيحكم الناس دول هم السلطة، والسلطة حضرتك ليها قدرة اللي هي تدير شؤون البلد. مؤسسات بتدير شؤون البلد، تحكم بالقانون، تحكم بالدستور، والسلطة إما تشريعية إما قضائية إما تنفيذية. وببساطة جدا لحد ما نروح لموضوعنا، السلطة التشريعية اللي هو مجلس الشعب هتلاقيها بتوع البرلمان. السلطة التنفيذية زي الحكومة والمحليات والوزارات ورئيس الوزراء، دي التنفيذي. القضائي اللي هو القضاء بمختلفه بقى، دستوري وجنائي ومدني وأسرة. طيب اديك مثال تعرف اللي انت في سلطة.
في قانون اسمه قانون الأسرة، صح؟ مين اللي عمله؟ مجلس النواب. واحد راح جه، مش عارف انا سكت ليه بس هكمل. واحد جه راح يا عم ضرب مراته، فمراته اتجننت، راحت عامله له محضر. فدي المحضر هيروح السلطه القضائيه، فالسلطه القضائيه راحت مدياله حبس 6 شهور. يبقى مين ال6 شهور؟ مين اللي اصدرهم؟ السلطه القضائيه. ده مين اللي هينفذهم؟ الحكومه، اللي هم تنفيذ الاحكام، دي السلطه التنفيذيه. طب اصلا مين اللي عمل القانون؟ السلطه التشريعيه. عشان كده لما بنعدل القانون لازم نروح نعدله في مجلس الشعب. يا مجلس الشعب خليك رؤوف بالرجاله، يا مجلس الشعب. يا مجلس الشعب خليك رؤوف بالمراه، مجلس الشعب. مجلس الشعب مش عارف ينحش شويه للمراه، الرجاله يقعدوا ويصوتوا. ينحش شويه للرجل، تلاقي الستات يا لهوي يا لهوي مش هيحلوا. عشان كده احنا بنقول احنا في كيان سياسي. يبقى كيان سياسي يشغل حيز جغرافي، يضم شعب يعيش عليها إقامة دائمة. قال لي والسلطة بتدير شؤونها لشؤون الدولة وتحافظ على الأمن والاستقرار وفق القانون والدستور وأنا معاك. قال لي تمارس سيادتها الداخلية والخارجية. يعني أنا النهاردة تقول لي، أقول لك أنا دولة ليا سيادة، الشعب ده أنا بعمل له قانون إزاي يتعاملوا مع بعض. سيادة لا دي بتاعتي أنا النهاردة أقول لكم والله إحنا نقفل المحلات من الساعة 10، محدش يعرف يقول لي من أي دولة أخرى. يعني مثلا دولة هنا أهي، ودولة هنا أهي، ودولة هنا أهي، وهنا في ناس وهنا في ناس أهو. يا عم هشكلها لك. تيجي دولة من الدول دي تقول لي ما تعملش كده مع المواطنين. لا، أنا ليا سيادة على شؤوني الداخلية. طب أنا مثلا رحت عملت علاقات دولية أو اتفاقات أو عقد سلام أو رحت حاربت يا عم الناس دي، تيجي الدولة دي تقول لي إيه؟ لا 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 ما تكلمش الدولة الفلانية. أنا ليا السيادة في شؤوني. أني شؤون بقى داخلية وخارجية، داخلية وخارجية. يبقى الدولة كيان سياسي يشمل حيز جغرافي، يضم شعب اللي هم مجموعة من الناس هيقيموا إقامة دائمة، قلنا داخل حدودها وخارج حدودها يحملون الجنسية المصرية. قلنا تديرها سلطة اللي هي مؤسسات الدولة، هتديرها السلطة دي تحافظ على أمن وأمان واستقرار الوطن، وهتحافظ على وطننا، وهي مؤسساتها اللي هتدير شؤونها، ولها سيادة تمارس سيادتها اللي هي مستقلة في قراراتها. محدش يعرف يقول لي لا داخلية أو خارجية. طب قول لي مصر دولة، تقول لي سنة كام؟ سنة كام؟ هقول لك يا عم كان في احتلال بريطاني. ايه ده محتل؟ يبقى انت كده دولتك ملهاش سيادة وسلطتها مش موجودة. عشان كده احنا بنسعى ان احنا نحافظ على الامن، نحافظ على الاستقلال، ونقول مصر مستقلة حرة، مصر العزيزة الأبية هتفضل مصر. يبقى جمهورية مصر العربية هي جمهورية مصر العربية بتاعتنا اللي احنا شعبها اللي عايش عليها. مفيش حد يعرف يجي ياخد جزء منها، لان احنا واجب علينا نحافظ على وطننا ونحميه. ويلا بينا للجزء اللي بعده. هعرفك على الشعب المصري الجميل والارض المصرية الطاهرة هيعملوا ايه، واجبهم ايه. والشعب مش بالعدد، الشعب بالانتاج والجدية والعمل. يلا بينا نقول مصر مصر تحيا مصر. بص يا عم، هنرسم الاول مصر. المواطنين اللي عايشين دول، اسمحوا لي يا جماعه اللي انا ارسم لكم راس